لفترة طويلة جدا كانت أجهزة الكمبيوتر عبارة عن آلات حاسبة سريعة نعطيها أوامر وهي تنفذها، لكن هذا العصر انتهى تقريبا. الآن وفي هذه اللحظة بالذات يحدث شيء مذهل. أجهزة الكمبيوتر تتحول إلى شركاء مبدعين. اليوم سنكتشف هذا التحول الكبير ونزيل الغموض عنه. طيب، لنتخيل للحظة، ماذا لو كان لدينا القدرة على الوصول لذكاء كل العقول العبقرية في التاريخ، مجتمعة مع بعضها ومتاحة تحت تصرفنا في أي وقت؟ هذا هو بالضبط المفهوم الذي سنستخدمه اليوم لنستوعب القوة الحقيقية للذكاء الاصطناعي التوليدي. إذن، ما هو هذا العقل الجديد؟ ولماذا أصبح فجأة في كل مكان حولنا؟ هيا بنا نتعمق في صلب الموضوع ونفهم هذا التحول الهائل. الفرق هنا ليس مجرد فرق بسيط، لا، إنه فرق جوهري. لقد انتقلنا من آلات تنفذ الأوامر فقط إلى شركاء قادرين على خلق أشياء جديدة تماماً، من الشعر إلى أكواد البرمجة. هذا ليس مجرد تحديث، إنه تغيير جذري في معنى الحوسبة نفسها. إذن ماذا يعني توليدي بالضبط؟ حسناً، الاسم نفسه يشرح كل شيء. إنه ببساطة يولد أشياء جديدة، ولهذا السبب يرمز الحرف G في GPT إلى كلمة generative. الفكرة أنه لا يبحث عن إجابة موجودة بالفعل على الإنترنت، بل يخلق إجابة جديدة تماماً من الصفر. لكن السؤال المهم، لماذا الآن بالذات؟ الأمر أشبه بعاصفة مثالية اجتمعت فيها 3 عوامل رئيسية. أولاً، في عام 2017 ظهرت بنية جديدة سمحت للذكاء الاصطناعي بفهم سياق الكلام بشكل أعمق بكثير. ثانياً، كميات البيانات الهائلة التي أصبحت متاحة على الإنترنت أعطته مكتبة عملاقة ليتعلم منها. وأخيراً، أصبح لدينا القوة الحاسوبية الجبارة التي يمكنها معالجة كل ذلك. عندما اجتمعت هذه الأشياء الثلاثة معاً، أشعلت الثورة التي نشهدها اليوم. حسناً، قد يبدو كل هذا وكأنه سحر، لكن ما الذي يحدث بالفعل داخل هذا الصندوق الأسود؟ دعونا نفتح الستارة ونرى كيف يعمل أينشتاين الذي لدينا في المنزل. هذا سؤال يطرح كثيراً، والجواب هو خطأ. الذكاء الاصطناعي لا يمتلك وعياً أو مشاعر حقيقية مثلنا. إنه يقلد ردود الفعل البشرية بناء على كميات هائلة من البيانات، لكنه فعلياً لا يفكر أو يشعر. إنه مجرد آلة إحصائية متطورة جداً، بارعة في توقع الأنماط. طيب، كيف يمكنه كتابة قصة كاملة من لا شيء؟ العملية في جوهرها بسيطة بشكل مدهش. أولاً، الكلمات تتحول إلى أرقام. بعد ذلك يتوقع الذكاء الاصطناعي الكلمة التالية الأكثر احتمالاً، كأنها لعبة تخمين متطورة جداً. ثم يأخذ هذه الكلمة الجديدة يضيفها إلى الجملة ويكرر نفس العملية مراراً وتكراراً، كلمة بكلمة، حتى يبني فقرات كاملة. وهذا الشكل يلخص الموضوع كله. هذه القوة ليست سحراً على الإطلاق، إنها مبنية على أساس ضخم من البيانات. يمكننا أن نفكر في الأمر مثل هذا الهرم. القاعدة هي البيانات الخام، وكلما صعدنا إلى الأعلى نجد أن هذه البيانات يتم تصفيتها وتنظيمها وتحليلها حتى نصل إلى الذكاء في القمة. الخلاصة، كلما كانت البيانات في القاعدة أفضل، كان أينشتاين في القمة أذكى. وهذه القدرة لا تتوقف عند النصوص فقط. الذكاء الاصطناعي التوليدي يعمل على وسائط متعددة، يعني أنه يمكنه تحويل جملة إلى صورة رائعة، أو وصف صورة بالكلمات، أو تحويل تسجيل صوتي إلى نص، وحتى إنشاء مقاطع فيديو. هذه المرونة تجعله أداة إبداعية قوية جداً. لكن مع كل هذه القوة المذهلة، فإن للذكاء الاصطناعي حدوداً. والآن دعونا نتحدث عن أهم جزء في المعادلة كلها، العنصر البشري. ولماذا أصبح إبداعنا وحكمتنا أكثر أهمية من أي وقت مضى؟ دعونا نأخذ مثالاً حقيقياً. لاحظ فريق تسويق أن المحتوى الذي ينتجه الذكاء الاصطناعي، على الرغم من كونه مثالياً تقنياً، كان يفتقر إلى الأصالة. كانت نفس الجمل والعبارات تتكرر مراراً وتكرارا، وكانت هذه أول علامة خطر. وهذا الشعور ازداد مع مرور الوقت. المشكلة لم تكن في الجودة، لا، المشكلة كانت في الهوية. السرعة والكفاءة جعلتهم يفقدون صوت علامتهم التجارية الخاص، وهذا شيء يصعب جدا على الآلة فهمه. وهنا يظهر الفرق الحقيقي. من جهة لدينا مخرجات الذكاء الاصطناعي، احترافية منظمة، ولكنها غالبا ما تكون جامدة وتفتقر إلى التواصل العاطفي. ومن جهة أخرى، الكتابة البشرية يمكن أن تكون مقنعة وتتحدى الأفكار وتروي قصة،
وهذه هي اللمسة الإنسانية التي لا بديل لها. إذن الخلاصة هي أننا يجب أن نتعلم كيفية التحدث مع هذه الأداة، وهذه المهارة لها اسم هندسة الأوامر أو Prompt Engineering. إنها فن وعلم في نفس الوقت، فن طرح الأسئلة الصحيحة وتقديم السياق المناسب للحصول على النتيجة التي نريدها بالضبط، وليس مجرد مخرجات عامة. ويجب أن نتذكر دائما هذا الزميل العبقري يمكن أن يكون غير موثوق به على الإطلاق، يعني يمكن أن يكون عبقريا في لحظة وفي اللحظة التالية يخترع معلومات من عنده وبكل ثقة. هذه الظاهرة تعرف باسم الهلوسة، وهنا يأتي دور الخبير البشري الضروري للتدقيق والحكم واتخاذ القرار النهائي. طيب، بعد كل هذا كيف يمكننا المضي قدما؟ دعونا ندخل في قسمنا الأخير، كيف نبني العقلية الصحيحة ليس فقط للبقاء بل للازدهار في عصر الذكاء الاصطناعي. عندما نواجه تغييرا كبيرا كهذا، يميل الناس غالبا إلى تبني إحدى العقليات الثلاث: الإنكار والذعر، كلاهما يؤدي إلى طريق مسدود. القوة الحقيقية تكمن في الخيار الثالث، عقلية الإنتاجية. هذه العقلية ترى الذكاء الاصطناعي ليس كتهديد بل كأداة تضاعف من قدراتنا. عندما نتبنى هذه العقلية تتغير القصة بأكملها. الخوف يتحول إلى تمكين. يصبح الذكاء الاصطناعي أداة تزيل عنا المهام الروتينية والمملة وتتركنا نركز على الأشياء الأهم، الاستراتيجية والإبداع، وكأنه أصبح لدينا مرشد شخصي جاهز للمساعدة في أي وقت. هناك مقولة تلخص كل شيء بشكل مثالي: الذكاء الاصطناعي قد لا يأخذ وظيفتك، لكن الشخص الذي يستخدم الذكاء الاصطناعي هو الذي سيأخذها. التكنولوجيا بحد ذاتها ليست هي الخطر. الخطر الحقيقي هو عدم التكيف. أولئك الذين يتعلمون الاستفادة من هذه الأدوات سيكون لديهم ميزة تنافسية هائلة. وهذا يقودنا إلى الزبدة، السحر الحقيقي والإنجازات العظيمة لن تأتي من الذكاء الاصطناعي وحده، ولن تأتي من البشر وحدهم، لا، بل ستأتي من التعاون، من الشراكة بين الإنسان والذكاء الاصطناعي. طيب، ما هو دورنا في هذه الشراكة الجديدة؟ الدور يتحول من مجرد التنفيذ إلى التوجيه. نحن نصبح الاستراتيجيين. نحن من يقرر ما هي المشكلة التي يجب حلها، ونصوغ الطلب الصحيح، ونوفر السياق، ونقيم النتائج، والأهم، نضيف تلك اللمسة البشرية من الحكمة والإبداع التي لا تقدر بثمن. إذن كيف يمكننا إتقان كل هذه المهارات الجديدة؟ هناك طريقة واحدة فقط: الممارسة. أفضل طريقة للتعلم هي أن نبدأ بالتجربة. يجب أن نجربه ونختبر حدوده ونجعله جزءاً من عملنا اليومي، والتعلم سيأتي مع الوقت والممارسة. وفي النهاية، هذا هو السؤال الذي يواجهنا جميعاً. لم يعد الذكاء الاصطناعي مجرد فكرة للمستقبل، بل أصبح أداة عملية، زميل عمل جديد. فالسؤال لم يعد هل سنعمل معه، بل كيف سنعمل معه لتحقيق أفضل النتائج الممكنة.